السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. الفيديو ديال اليوم هو هاد التحليه الرمضانيه فلون كراميل بدون بيض وبدون فرن. كيتحضر بسرعه وكيجي لذيذ بزاف بواحد المذاق مميز ما تشبعوش منه، واكيد اكيد لا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم، حيت راها كتجي تحليه رائعه. كنتمنى انكم تدعموني باللايكات ديالكم بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الجميله. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اول مرحله في هذه التحليه هي غنحضروا الكراميل. غادي هنا عندي 150 غرام ديال السكر حبيبات، غادي نوضعوه في شي كاسرونه وغادي نوضعوه مباشره فوق النار. ما كنحركوش في الاول ما حتى شي حاجه، كنخليه بحال هكا، غير كنشوفوا كما كتشوف كنحرك نحرك الكاسرونه حتى كنحس به داب بحال هكا. صافي عاد كناخذ ملعقه خشبيه وكنحركو مزيان وكنخليه حتى كيذوب وما كيبقاوش فيه الحبيبات حتى كيذوب تماما كما كتشوفوا. غير ما تجهدوش عليه بالبوطه باش ما يتحرقش لكم، يعني النار تكون متوسطه. صافي هنا راه وجد. صافي غادي ناخذ اي مول عندكم، انا اختاريت هذا المول هذا، اي مول يعني عندكم متوفر عندكم في البيت. كتخويو فيه مباشره هذاك الكراميل هو سخون، وكتحاولوا انكم تحركوا المول كما غادي نوريكم في الفيديو. كتبقاو تحركوا المول حتى داك الكراميل كيطلع في شويه في الجوانب هكا باش الفلون كراميل ما يلصقش لكم. صافي وكنحتفظوا به جانبا كما كتشوفوا راه بالزربه كيجمد. هنا غادي ناخذ غادي ناخذ لتر من الحليب، حيت راه عندي المول كبير، هذاك الشيء علاش درت لتر من الحليب. وهاد التحليه صراحه واخا كديروها يعني تجيكم الكميه شويه كثيره، راه يعني كتاخذوا الطرف الاول وكتبغيو تزيدوا الطرف الثاني، راه بالزربه كتسالي كتجي يعني هي هذيك صراحه. فهنا ضفت لتر ديال الحليب كما قلت لكم، 400 مليلتر ديال الكريمه السائله. تقدروا تعوضوها بالحليب الا ما بغيتوش ولا ما كانتش عندكم، ولكن هاد الكريمه السائله كتعطي لهاد الفلون او هاد التحليه واحد المذاق رائع جدا. فهنا قلت لكم ضفت 400 مليلتر من الكريمه السائله، تقدروا تضيفوا حتى 500 مليلتر الا كانت متوفره عندكم. وهنا عندي 3 اكياس ديال الفلون. انا عندي هذا الفلون بالسكر، يعني الا ما كانش عندكم نتوما فلون بالسكر فتقدروا تضيفوا السكر على حسب الذوق، ضيفوا 5 المعالق ولا 4 المعالق كبار ديال السكر على حسب الذوق ديالكم. انا كانوا عندي هاد اللي متوفرين عندي في البيت هادو، كانوا عندي 2 فلون ديال الكراميل وواحد فلون ديال الفاني. فهاد المزيج ما بين الكراميل والفاني صراحه عطى واحد المذاق مميز. تقدروا نتوما ديروا يعني غير فلون اللي عندكم، هذاك فلون ديال درهم ديروا منه 3. هنا راه عندي كل ساشي كيمشي فيها يعني نصف لتر من الحليب. فانا غادي نوضعو على النار، غنحرك طبعا هو كيكون الحليب بارد كنحرك مزيان، وعاد كنوضعو على النار كنبقى نحرك مزيان حتى كيغلى ليا هذاك الخليط ديالي. غير كنخليه يغلى واحد شويه، وكنضيف واحد الاضافه اللي كتعطي لهاد الفلون، كتعطيه واحد المذاق مميز وكتعطيه واحد اللذه رائعه، كيجي لذيذ بزاف. هاد اللوز حمرته وطحنتو، يعني طحنتو ماشي كطحنوه مزيان حتى كيولي بودره، يعني كيبقى شويه واحد الحبيبات صغار بزاف. صافي هنا غادي ناخذ داك المول اللي درت فيه الكراميل وغادي نخوي كما كتشوفوا. درت سباتول هكا باش ما يديرش ليا شي ثقب في الكراميل ويخسرو. فبقيت كنخوي يعني هو سخون، الخليط ساخن، نخويوه في المول كما كتشوفوا. وكنبقى نخلي هذا المول حتى يعني كنخلي هذا المول حتى كيبرد المول، كنخلي الخليط حتى كيبرد، يعني ما تدخلوش الثلاجه هو ساخن حتى كيبرد شويه عاد دخلوه الثلاجه. انا زربت عليه مع التصوير ما خليتوش بزاف، خليته غير 2.5 ساعة. يعني خاصو يبرد تماما ويتماسك مزيان. فهنا غادي نقلبو كما كتشوفوا نتوما، خليوه على الاقل واحد 6 سوايع هكاك حتى يتماسك. وتقدروا تحضروه مثلا في رمضان تحضروه الصباح مثلا وتخليوه العشيه ان شاء الله للفطور. هنا غادي نديروه في قلبتو، ولكن راني خليته واحد 5 دقائق حتى نزل هكا على خاطرو، يعني باش ما يخسرش، وينزل بشويه بشويه حتى كيبقى داك الكراميل كيبقى ينزل مع الجناب وكصافي وكيبدا يهبط، راه ما كيلصقش، غير خليوه يعني راه كينزل. صافي هنا غادي نزينو باللوز مهرمش شويه. وصافي يعني هذا هي النتيجه النهائيه. ما نقولش لكم على المذاق، يعني المذاق رائع، وهاد التحليه كتجي منعشه وبارده.
في السهرات الرمضانيه تحضروها، راه ما تندموش عليها، يعني كتستحق التجربه. صراحه كتستحق التجربه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم، واكيد غادي نوريكم، غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. يعني راه كتجي متماسكه، وكيجي المذاق كما قلت لكم رائع جدا. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، يعني بحجم عائلي تقدموها من وراء الفطور ولا من وراء العشاء. كتجي متماسكه ولذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها، والفيديو ديالي تسالى. كنقول لكم عواشر مبروكه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.